السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ اخر فيديو ما جابش دعم كبير قوي، بس يا رب النهارده يعني الفيديو ده جدا حلو. والنهارده هنحكي عن الشيستات او الكنوز اللي هتجيلنا في لعبة ساسين اللي في الغابة، وهقول لكم ايه اللي بيجي فيها وندرتها ومنين تجيبوها وفي يوم كام وكذا كام. فقبل ما ننزل الفيديو مش تنسوا الاشتراك والكومنت. انا اخر عايز بس اشتراكات يا جدعان وكومنتات كده تشجعني. يلا بينا نكمل الفيديو ونبدأه، وهوريكم كل حاجة والشيستات بنجيبها منين. اول حاجة معانا وهو الشيست الكومن او الشيست العادي. الشيست العادي ده ممكن تلاقيه في يوم 1 أو 2 أو 3 أو 4 وانت طالع بقى، يعني حاجة في اخر يعني السهولة. فده انت ممكن تلاقيه في البراج او المنازل او في البر، او اللي هو انت ممكن تلاقيه في منزل او في برج او بره كده، حاجة بره كده في الغابة كده ولا بدون حاجة، او ممكن تلاقيه عند الاطفال اللي انت ممكن تنجزهم. وكمان حاجة، دي الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها او تستخرجها من الشيست اول لما تفتحه، مثلا زي الرمح او الميد او الباندج، مثلا زي الضمادة او زي الحاجات دي. بص، كل حاجة عندك قدامك اهي، وشوف انت بقى ايه اللي انت عاجبك وايه اللي انت عايزه في اول جيم، وايه الحاجات اللي هتنفعك اول لما تنزل. شوف انت بقى ايه الحاجات موجودة عندك قدامك، ويلا بينا نخش على الصندوق اللي بعده، هو صندوق الغير عادي. الصندوق بقى الغير عادي هو غير العادي طبعا، ده الموثوق يعني، او ده اسمه يعني غير عادي، يعني هو غير العادي. ده انت ممكن تلاقيه برضو في البيوت او البراج او برضو برا الغابة او في الغابة نفسها، بس نادرا، يعني اندر من الشيست التاني. يعني ده انت ممكن تلاقيه مثلا لو انت كبرت النار، او ممكن تلاقيه في يوم من الايام، ولكن انت لازم تكون بعيد عن النار عشان تلاقي الشيست ده. يعني تكون بعيد عن النار، مش كتير قوي يعني، او تبعد عن النار قوي، تكون بعيد عنها شوية كده، يعني تكون في ربع الغابة كده، من اول ربع الغابة ممكن تلاقيه هناك. ودي كل ممكن الحاجات اللي انت ممكن تستخرجها اول لما تفتح الشيست. حاجات جميلة جدا ممكن تنفعك، واكتر حاجة بالنسبة لي حلوة يعني هو يعني الشنطة الجيدة والحاجات دي ممكن تنفعك جدا على فكرة. ودلوقتي هنروح او هننتقل للشيست الايرون او الشيست الرير اللي انت عايز اقوله. المهم ان هو شيست اندر من اللي فات، وبرضه انت ممكن تلاقيه في الاربع اماكن، ممكن تلاقيه في براج، ممكن تلاقيه في منازل، او ممكن تلاقيه برضه في الغابة كده عادي متنحور في اي حتة، او ممكن تلاقيه برضه عند الاطفال. بس مش كل الشيستات ممكن تلاقيه عند الاطفال، فخليك في الثلاث اماكن اللي قلتلك عليهم دولت، وبلاش الاطفال، عشان الاطفال انت ممكن ما تلاقيش فيهم كل الشيستات. يعني هو كل طفل ليه شيست واحد بس، ولكن كل شيست بيبعد عن التاني، كل طفل بيبعد عن التاني، وكل ما تبعد كل لما شيست بيكون اندر. فانت وحظك بقى يجيلك شيست ايه بالظبط. المهم ان الشيست ده نادر جدا وبيطلع لك فيه حاجات جميلة، ودي الحاجات اللي هي ممكن تطلع لك، ونسبته تقريبا كده 35%، 35.6% انك ممكن تلاقي الشيست ده نادر. يعني انت ممكن تلاقيه لو انت بعدت عن الشيست او بعدت عن النار بعيد جدا. يعني اللي انت عشان تلاقي الشيستات، المغزى من كده او المقولة من كده ان انت المفروض تبعد عشان تلاقي الشيستات، او تلاقي حاجات تنفعك زي الباندج مثلا او الفحم او المستشفى اللي بيعملوا فيها التجارب. بس ما نجم ما ندخلش في الحاجات دي، هشرحها بعدين. ولكن دي برضو الحاجات اللي انت ممكن تستخرجها من الشيست، حاجات برضو ممكن تنفعك، وحبة منهم برضو ممكن تلاقيهم في الشيست اللي قبله. ويلا بينا ننتقل على الشيست التاني.
واما الشيست اللي بعده اسمه الليجندري شيست، والليجندري شيست ده نادر اكتر من التاني. ممكن عنده نسبة 21% و3/10% انك ممكن تلاقي الشيست ده. المفروض تخلي النار على ليفل 5 او تطورها لحد مستوى 5 عشان تقدر تكبر المابة او تكبر الخريطة، ولما الخريطة تكبر المكان هيوسع وهيبقى اطول، ولما الموضوع يبقى اطول واوسع الموضوع هيبقى ابعد، ولما يبقى ابعد هتلاقي شيستات اندر. وده كله يعتمد على النار وليس كل حاجة. المهم ان نسبته انا لسه قايلة حالا، ودي الحاجات او الاستخراجات اللي انت ممكن تجيبها لما تفتح الشيست. اما الشيست اللي قبل الاخير وهو اسمه الجولد شيست. الجولد شيست ده ندرته 11% و5/10%، وده ممكن يطلع لك فيه حاجات تفيدك اكتر من الحاجات اللي ممكن تفيدك في الشيست اللي قبله. وده الجولد شيست ده انت لازم 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 مستلزم، يجب كل حاجة في العالم ان انت توصل النار ليفل 6 او اللي هو المستوى الاخير اللي هو ليفل 6 اخر مستوى للنار، عشان الخريطة تكون خلاص كبرت كلها ماكس، او تكون خلاص كلها كده اتملت كبرت على الاخر وما فيش حاجة تانية بعدها. ولازم مستلزم ان انت تعملها في 6 عشان تجيب الشيست ده. ودي الحاجات اللي انت ممكن تستخرجها من الجولد شيست، حاجات تحفة. ويلا بينا نتوجه الى الشيست الاخير وهو الروبي شيست او الميثيكال شيست. الروبي شيست ده او الميثيكال شيست انت ندرته تقريبا كده اما اتوقع يعني 5.6%. متخيلين الندرة بتاعته قد ايه؟ 5% يا جدعان، بس 5% ده حرفيا رقم قليل، بس ممكن تلاقيه برضو لو المستلزمات قول عليها يا عم لو الناس اللي بتعرف الانجليزي قوي يعني اللي هي الريكواير. المهم يا جدعان المستلزمات يعني بتاعته اللي هي النار لازم تبقى ليفل 6 عشان تعرف تجيب الشيست ده، عشان هو الشيست ده بيتحط في اخر بلاد العجائب حرفيا. حرفيا في اخر اللعبة كلها ممكن تلاقيه ممكن تلاقيه لما تنقذ الطفل الرابع يعني. بس المشكلة الطفل الرابع برضو في اخر بلاد العجائب، يعني كل حاجة بعيدة. المهم ان دي الحاجات اللي انت ممكن تستخرجها من الشيست، او يعني لو اول لما تفتح الشيست الحاجات دي ممكن تطلع لك حاجة منهم واحدة بس ممكن تطلع لك وانت وحظك بقى. في حاجات معفنة ملهاش لازمة اساسا، وفي حاجات جميلة هتنفعك جدا.